حط الكنافة على المانجا وتعالي بقى اقولك على سر خطير معظم الستات ما تعرفوش. بجد يا بنات اتندمت كتير ان ما كنتش اعرفها قبل كده وكنت بشتريها بملايين الملايين. بجد هتوفري فلوسك وهتوفري وقتك ومجهودك. اول حاجة هتجيبي طبعا المانجا زي ما انت شايفة كده، هي انا مش عصراها، انا مقطعاها كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين. والمانجا كانت طرية وحلوة والحمد لله مش ناشفة. بعد كده هتكوني بتحطي الكنافة في الفرن وتقلبيها كل شوية لحد ما لونها يبقى لون ذهبي كده وحلو. لو وصلت لحد دلوقتي في الفيديو ما تنسيش اللايك الحلو منك وما تبقيش بخيلة. ولو مش مشتركة في القناة واول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديدة. دلوقتي بعد ما خليت الكنافة لونها ذهبي كده، كل بشوية بقلبها في الفرن زي ما انتوا شايفين كده بشوية سمنة وشوية سكر. زي ما انتوا شايفين كده لونها بقى ذهبي حلو وجميل. بفتتها كده وبحطها في كاسات او في اطباق زي ما انتوا شايفين كده، بعبيها كده واحطها في كاسات او اطباق. وبتكوني عامله كمان كريم شانتيه جنبها. يبقى هتحطي طبقه من الكنافه وعليها طبقه من الكريم شانتيه وطبقه من المانجا. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تصلي على رسول الله في التعليقات وتكتبي لي من اي بلد مشرفاني ومتابعاني على راسي من فوق. دلوقتي هنحط المانجا، طبعا هتحط طبقة كده من المانجا زي ما انت شايفة كده. هتوزعيها في اطباق بلاستيك شفافة او اطباق اي اطباق عندك كده او بولات. انا عملتها عندي في الحاجات البلاستيك دي علشان لما العيال ياكلوها ارمي العلب على طول. الطريقة دي جديدة وأول مرة أعملها يا جماعة، بس عجبت الولاد كتير جدا جدا وحاجة صحية ومضمونة. بتعمليها في بيتك وانت عارفة ايه المقادير ومعمولة من ايه بالظبط. زي ما انت شايفة كده قسمت الكنافة في الأطباق وعملت معايا كمان أربع بولات أو أربع أطباق كده زي ما انتوا شايفين، كوبايتين كاسين كبار. وكمان زي ما انتوا شايفين ايه طبقين كبار حلوين جدا. دول كويسين جدا وكمية حلوة قوي. وكمان ما تكلفتش معايا فلوس كتير وما خدتش كمان وقت. هتوفر لك فلوس كتير. وكمان الطريقة لو عجبتك ما تنسيش اللايك الحلو منك، ومع السلامة.